طبعًا التجارب اللي بتمُر بيها في حياتك هي اللي بتخلّيك قادر إنك تنتج أو تواجه مصاعب الحياة، وعلشان كده النهارده هاقول لك على بعض الأمور المهمة جدًا اللي لازم تعرفها وتفهمها بدري وتلحق نفسك، فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. رقم 1، لو عندك شغل تعبك أو مضايقك، فأحب أقول لك إن وجودك من غير شغل هيتعبك ويضايقك أكتر، لإن زي ما قُلنا قبل كده الشغل راحة وشرف، وقلته عُوَالة وتعب. رقم 2، أصدقائك الكتير اللي ملمومين حواليك دلوقتي كويسين في الأوقات الحلوة، ولكن في الأوقات الصعبة اللي هتلاقيهم حواليك وواقفين جنبك 1 أو 2 من صحابك فقط لا غير، وهُم دول فعلًا اللي يستاهلوا إنك تتمسك بيهم، لإن زي ما قُلت لك قبل كده الصُحبة مش بالكترة. رقم 3، لو أنت عندك زوجة وأولاد وخلاص أنت مش طايق نفسك بقى وعايز تبعد، حاول إنك تبعد ولكن من غير انفصال أو طلاق لمدة أسبوع أو 2 بس، وحاول إن أنت تجرّب فيهم إنك تعيش لوحدك، صدّقني هتلاقي الوحدة قتّالة بشكل كبير جدًا، وساعتها بس هتقدر تقدّر قيمة النعمة اللي في إيدك وتحافظ على أسرتك. رقم 4، لازم تعرف إنك مش محسود، وعربيتك اللي اتخبطت أو شغلك اللي سِبته أو حتى رجلك اللي اتكسرت ده مش حسد ولا حد باصص لك في حياتك، دي في الغالب بتكون سيئات أو ذنوب أنت عملتها في حياتك سواء تقصد أو ما تقصدش. فراجع نفسك مع نفسك قبل ما تتحول لشخص غبي وما بيتعلمش من أخطائه. رقم 5، ضيق الرزق والفقر مش قدرك ولا ربك سبحانه وتعالى كتب عليك إنك تكون فقير، لأن ربك غني وكريم، فصعب جدًا إن الإله الغني يرضى على عباده الفقر إلا لما يعملوا أفعال تجيب الفقر، فحاول تراجع أفعالك يا صديقي. رقم 6، العالم مش بيؤمن بالشهادات، ولكن في الواقع العالم بيؤمن بالمهارات، فشوف لك مهارة واتقنها واتعلمها كويس جدًا واتعلم إزاي تسوقها صح. رقم 7، لازم تعرف إنك مش محتاج تكون قوي علشان تبدأ تصحح مسار حياتك، وكل اللي أنت محتاج إنك تكون شجاع كفاية، والشجاعة هي اللي هتوجد القوة. رقم 8، اشتغل كتير واجتهد وقلل كلامك وخلي نتيجة شغلك هي اللي تتكلم عنك. رقم 9، اشغل نفسك بنفسك ومالكش دعوة بالناس واتمنى الخير للكل، ولو أنت داخل على خطوة أو تحدي جديد في حياتك ما دمت خدت قرارك لازم تتحمل نتيجته. رقم 10، فكر بره الصندوق، ولكن اللي أهم من التفكير إنك تنفذ فكرتك، ولما تبدأ في تنفيذ فكرتك مهم جدًا إنك يكون عندك مرونة في التنفيذ. رقم 11، لازم تطوّر من نفسك ولازم ومهم جدًا كل يوم على الأقل تتعلم معلومة جديدة أو تطوّر مهارة جديدة عندك. رقم 12، حاول تكون مصدر ثقة والناس تعتمد عليك ولما يحتاجوك يلاقوك في أي وقت. رقم 13، اتعلم إنك تفرح بأي خطوة نجاح في حياتك مهما كانت صغيرة، وبعد كده ابدأ فكر في الخطوة اللي بعديها وإيه اللي المفروض إنك تشتغل عليه علشان تطوّر من نفسك أكتر. رقم 14، أي خطوة تحصل لك فيها مشكلة بلاش تقف عندها وحاول بقدر المستطاع إنك تفكر في الحل، أصل كده المشكلة حصلت، فبلاش تشغل بالك وتفكر فيها كمشكلة، والمفروض والأصح إنك تفكر في الحل إيه وإزاي إنك تتعامل مع الموقف وقتها. رقم 15، لازم ومهم جدًا إنك تتعود تعتمد على نفسك وتسند نفسك بنفسك، علشان للأسف الشديد لو لا قدر الله وقعت مش هتلاقي حد يمد لك إيده علشان يقومك. رقم 16 بقى، لازم تكون عارف إنك في حياتك دي هتتعامل مع جميع الفئات، الطيب والإيجابي والمنافق والحاقد والحاسد والكذاب وغيرهم، فكل اللي عليك إنك تفوض أمرك إلى الله وما تقلقش ولا تخاف من تآمر ولا تدابير البشر، وثق تمام الثقة إن أقصى قدرات البشر عموما هي تنفيذ إرادة ربك سبحانه وتعالى. وآخر حاجة بقى، لازم إنك تصدق إن ربك سبحانه وتعالى مفيش أي حاجة بعيدة عنه، بس أنت كل اللي عليك إنك تسعى وتجتهد وتجيب آخرك ويكون عندك يقين تام إن ربك سبحانه وتعالى غني وقادر على كل شيء. وبس كده يا صديقي، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.